اللحمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا في احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة الجمعة يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين، جمعة مباركة. والنهاردة الجولة بتاعتنا بقى هي جولة متنوعة، من السوق لإتوال لماكدونالدز لكنتاكي. كمان هنطلع النادي دلوقتي وهنشوف عملنا ايه النهاردة، لان كان عندنا اختبار الأحزمة للأولاد في النادي اللي هو في مكرم عبيد. فتعالوا بقى النهارده الجولة هعملها لكم متنوعة حلوة قوي على فكرة، ان شاء الله تعجبكم. وكمان هنتعرف مع بعض على أسعار الخضار. والسوق ده انا اكتشفته بالفجأة، يعني السوق ده في مكرم عبيد بيبقى يوم الجمعة بس، واكتشفته النهارده ان هو بيبقى يوم واحد في الاسبوع وهو يوم الجمعة. بصراحة انا الاسعار اللي موجودة هناك عجبتني عن اي سوق تاني في اماكن ممكن تكون اقل في المستوى من مكرم عبيد ووسط الاماكن الراقية هنا. فبصراحة الاسعار حلوة قوي، عجبتني كمان. وبعد ما خلصنا جولتنا في السوق، لازم الاولاد طبعا يدخلوا على اتوال وبيختاروا بقى الحاجات اللي احنا جبناها النهارده. تعالوا شوفوا الاولاد اشتروا ايه، وكمان هقول لكم على اسعار حلاوه المولد اللي موجوده في اتوال، اللي سعرها من 80 جنيه. بجد انا اتفاجئت من السعر، يعني في اتوال و80 جنيه. فبصراحه كاسعار وكمكان كمان وده طبعا واحنا بنختبر احزمه النادي النهارده. يلا نشوف الفيديو، وما تنسوش تحطوا اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم من بيت العيلة الكبير مع عبير كل جديد ان شاء الله. بصوا بقى يا جماعة، السوق ده موجود في مكرم عبيد نفسه، اللي هو جنب مركز شباب الحي المكرم، مركز شباب مكرم عبيد. هنشوفه دلوقتي مع بعض. طبعا دي كده الفروشات اللي موجودة وانتوا برضو قولوا لي رأيكم في الأسعار. علبة المعطر دي كانت عاملة 10 جنيه، والعلبة الكبيرة اللي هي تقريبا لتر ومليانة، في طبعا كل أنواع العطور بكام؟ ب25 جنيه. هو انا شايفه ان سعرها معقول قوي على فكره، يعني انا جنبي بلاحظ ان الاسعار اعلى من كده بكتير. الصابون السائل اللتر او الكيلو زي ما انتوا بقى بتسموه، اللتر كان عامل اللتر يا جماعه كان عامل 5 جنيه، والدوني 7 جنيه. ازازه الشاور او اللي هو الشامبو الجيركن كان على بعضه سعره 55 جنيه. الصابون ده صابون جوي، كان في منه الابيض وفي منه الاسود. الاربع صابونات الاربع صابونات يا جماعه كان بيقول لي ب35 جنيه، الاربعه ب35 جنيه. طبعا عنده هنا بعد معظم الحاجات بتاعه المنظفات، عنده الفلاش ب3 جنيه، اللي هو بيقضي على اي دهون، على اي صدى موجود في اي مكان، بتبقى حلوه قوي. بصوا بقى اسعار الفواكه. العنب اللي هو العنب اللي احنا شفناه الاولاني ده كان سعره 25 جنيه. البطاطس سعرها كان 14 جنيه. ده البتنجان المخدد، او زي ما انتوا بتسموه بقى البتنجان العروس اللي هو الاسود خالص، وده المخدد اللي بيبقى فيه حتت حمراء. كانت بتقولي الكيلو نص ب10. وعلى فكرة ممكن كمان تفاصل، لان الناس اللي هناك بتفاصل معاهم عادي، فبينزلوا في السعر كمان. والبطاطا بس ما لقيتش بطاطا بيضة، والله انا يعني كنت بدور على بطاطا بيضة قليل قوي لما بلاقيها. كانت بكام البطاطا البيضة يا جماعة؟ الكيلو نص ب10. البامية الخضراء كمان بامية حلوة قوي اللي هي بتاعة الفلاحين، كانوا بيبيعوها ب30 جنيه الكيلو. النهارده يا جماعه دي الاسعار بتاعه النهارده يوم الجمعه 22/9/2023. الكوسه يا جماعه كان سعرها 15 جنيه، والطماطم النهارده كانت سعرها 15. في ناس بتبيعها ب20، هوريكم دلوقتي مكانها. القته كانت ب10 جنيه، والطماطم اهو كنت بس بتاكد من سعرها، قال لي ب15. وكمان الكوسه ب15 جنيه، والفلفل الرومي ده هو اللي كان ب20 جنيه. البصل يا جماعه كان ب20، والبطاطا دي كمان كان سعرها الكيلو ونص ب10. طبعا الكبيره دي دايما بنحتاجها للشوي، يعني هي لازم تدخل الفرن، انا بعملها كده، بدخلها الفرن وبتتشوي.
الزيتون بقى كان عامل كام يا جماعة؟ بصوا الزيتون دي على فكرة الزيتونة الكبيرة أنا نسيت اسمها، بس كان سعرها 35 جنيه. تعالوا هنا برضو البتنجان هنا كان بيقول كيلو ونص ب10، والبتنجان الأبيض أو بتاع الحشو كان الكيلو ونص كمان ب10 جنيه. الفلفل الحامي، الفلفل الحاجي الحامي يا جماعة كان ب15 جنيه. البلح اللي هو ده بيبقى على فكرة فيه لسعة كده وما بيبقاش حلو قوي، كان سعره 15 جنيه. المانجا بقى النهارده كام؟ عامله سعرها كام؟ دي اسمها نعوم. والمانجا التانية هقول لكم برضو سعرها، دي كان انا كنت افتكرها زبديه بس هو ما قاليش زبديه، قال لي فكهانيه حاجه زي كده، يعني ليها اسم تاني غير زبديه. طبعا اطعم مانجا ممكن نقدر نجيبها كمان وبيبقى طعمها مميز خالص اللي هي التيمور يا جماعه. بصوا المانجا اللي هي دي تيمور، هو كان بيقول ب40 بس لو هتاخدي التلاتة ب100 تمام، يعني هو كده قصده ان الكيلو ب35 جنيه. بصراحة لا، اسعار المانجا يعتبر انا جنبي بصراحة الفكهاني بيبيعها ب40 وب45 جنيه المانجا الايام دي، لان يعتبر هي كده بتودع خلاص. يعتبر اسعار البطاطا كلها مقاربه، الليمون كان سعره كمان ب10 جنيه. البلح ده احلى من اللي انا قلت لكم عليه الاصفر اللي هو ده، البلح اللي عدى ده يا جماعه كان سعره 15 جنيه. السمك الماكريل ب80، والسمك البلطي ب80، والسمك المكرونه ب120 جنيه. البصل برضو هنا كانت بتقولي ال2 كيلو يا جماعه ب45 جنيه. دي باميه نوع تاني بس باميه خضراء قوي وصغننه وشكلها تحفه بصراحه، كانت بتقولي ب35 جنيه كمان. الليمون هنا الليمون حلو اصلا، بصوا كل حاجاتهم اللي هنا جايبينها دي طازه. الليمون كان ب10 جنيه. الكوسه دي كانت ب15 جنيه. البرتقال يا جماعه ب15. اهو الاخضر طبعا لسه هو لسه اخضر طبعا ب15. الرمان برضو كان ب15 جنيه. العنب الاحمر اللي هو من غير بذر ده بيبقى تحفه يا جماعه، ده كان عامل 25 جنيه. والعنب التاني اللي هو بالبذر ده كان عامل 15 جنيه. في البنجر كمان هنا عند الست دي ربطة الخضرة دي كانت ب2 جنيه. والله سعرها بالنسبة لأماكن تانية بلاقيها، يعني أنا توقعت إن هنا السوق ده وسط مكرم عبيد ووسط المكان ده هيبقى أغلى حاجة بقى في الخضرة. أنهي شايفين ربطة الخس دي يا جماعة؟ الاتنين ب15 جنيه، يعني الربطة يا جماعة الخس ب7 جنيه ونص، بصراحة صعبة يعني. ربطة الملوخية ب5 جنيه. الملوخيه يا جماعه ب5 جنيه. بصوا انا رجعت تاني مسكت الخس لان بصراحه سعرها يعني صعب يعني. الست دي كانت بتبيع ال2 كيلو، يعني دي يعتبر ارخص واحده في السوق، كانت بتبيع ال2 كيلو من البصل ب30 جنيه، يعني الكيلو على 15 جنيه. هو سعرها بالنسبه لاماكن تانية ارخص. الباميه عندها كانت ب30. تعالوا اوريكم كمان الست دي كانت فرشه بتبيع جبنه قريش، كانت بتقول ب60 جنيه. وطبق البيض البلدي اللي هو بيبقى فيه 30 بيضه، الطبق يا جماعه كان سعره 140 جنيه. النهارده على فكره انا كنت جايبه طبق البيض الابيض اللي هو العادي ده كان ب130 جنيه. فبالنسبه ده 140 جنيه بلدي كمان حلو، يعني سعره هو طبعا مش حلو كسعر، بس لو احنا قارناه مع الابيض طبعا احسن. الفلفل برضو الحامي اللي هو الكبير ده كان سعره 15. كمان الكرنبايه يا جماعه الكرنب كان عامل 25 جنيه. طبعا السوق ده زي ما انتم شايفين وسط العماير بتاعه مكرم عبيد، وده انا يعني هم لما بسألهم قال احنا كل يوم جمعة بنيجي. طبعا تقريبا دلوقتي كانت الساعة 10 الصبح يا جماعة. ال ال التوم قابلني برضو كان سعره 25 جنيه. طبعا في اللي هم الناس الفلاحين كان عندهم الفطير بقى المشلتت المشي كان عامل 30. البلح اللي هو العجوة كان سعره 15 جنيه. البطاطس انا ما قلتلكمش على سعرها، لا 14 جنيه. البصل ده كان بيبيعه هنا ب20، على الرغم ان قدام قابلني ب15 جنيه وكان حلو يعني ما فيهوش اي حاجة واحسن بكتير. البامية هنا دي كانت بتبيعها ب35 جنيه. قدام برضو كان بامية خضرة وحلوة كانت سعرها 30.
وكده. بس هو السوق مش كبير قوي يا جماعه، يعني هم عدد بياعين قليلين خالص. خرجت من هنا وقابلني بقى بتاع اللحمه. هقول لكم برضو سعر اللحمه النهارده كام. اللحمه اللي هي المفرومه البلدي ب 200 جنيه الكيلو، السجق ب 200 جنيه برضو بلدي، اللحمه الكندوز ب 260، والكندوز اللي هي بتكون ملبسه فيها حته دهن شويه ب 220 جنيه. لحمه بقى من الفخده ب 270. الكبده عامله 260 جنيه هناك يا جماعه. كيلو اللحمه الضاني، اللحمه الضاني عندهم ده كل الاسعار دي في مكرم عبيد يا جماعه. اللحمه الضاني النهارده سعرها 300 جنيه. الملبسه بتقل حاجه بسيطه، اللحمه طبعا اللي هي بتكون حمرا خالص. سيبنا بقى هنا ودخلنا على اتوال. تعالوا اوريكم كده الحاجات اللي قابلتني برضو في اتوال. بصراحه عندهم تشكيله حلوه قوي من التورته، يعني لو انت عايزه تورتايه حلوه كده محترمه الاسعار بتبدا من 150 جنيه. في عندهم تورتايه اللي هي بتبقى صغيره سعرها من 150، وفي اللي هي بصوا اللي هي جزء دي كانت عامله 250 جنيه. وفي تورتايه بتبقى سعرها 300، يعني على حسب، لان لما جيت سالته قال لي كل واحده ليها سعر على حسب طبعا الخامات اللي موجوده فيها، وعلى حسب الحجم بتاعها، وعلى حسب كمان هي متزوقه بايه. يعني لو مانجا طبعا بتزيد سعرها شويه. دي كانت عامله 250 جنيه، واللي جنبها كانت عامله 300، وفي واحده اللي هي الصغيره اللي تحت دي كانت 150 جنيه. في حاجات بتعدي كمان يا جماعه ال 400، يعني مش كله سعر واحد. هنا بقى الحلويات اللي موجوده عندهم، بصراحه عندهم تشكيله تهبل. يعني انت يعني الاولاد بصراحه ما عتقوش، خدوا حاجات كتير من عندهم. وده الرز بلبن بقى. بصوا الرز بلبن عنده تشكيله جديده جدا، اللي بالمكسرات اللي بالشوكولاته، يعني الرز بلبن عندهم زي يعني يعتبر مقارب للحاجات اللي بتبقى موجوده عندي بلبن. وفي كل الاسعار، يعني دي علب الشوكولاته اللي موجوده عندهم برضو لو عايزها كهدايا. التلاجة دي تلاجة الايس كريم، في طبعا تورتة الايس كريم كمان من اتوال بكل الاطعمة. الباتيه كمان تشكيلة حلوة قوي موجودة عندهم. عايزة اوريكم كمان الجاتو، قطعة الجاتو اللي موجودة عندهم سعرها كام. يعني لو واحد بقى عايز يهادي حاجة كده قيمة وحاجة حلوة قوي، يعني هتقابلكم بقى حاجات من عندهم، واسعارها بتبدأ اسعار من اقل حاجة لاعلى حاجة كمان، يعني يعتبر بيناسبوا كل الفئات. دي تشكيلة الطرط بصراحة عجبتني حلوة قوي، كان كذا شكل موجود عندهم وكل حاجة زي ما انتم شايفين لها سعر. بصوا بقى قطعة الجاتو من دي كان سعرها 20 جنيه، في منها الملفيه كمان. والقطعة التانية هي أكبر شوية حاجة بسيطة كان سعرها 25 جنيه. أنا كده بقول لكم على سعر القطعة. طبعا تشكيلة كتير جدا من قطع الجاتو. اصبروا بقى معايا عشان هدخلكم واعرفكم ايه العروض اللي هم عاملينها في حلاوة المولد، لان هم ليهم اسعار بتبدأ في علبة عندهم ب80 جنيه. فبصراحة عجبتني جدا، فيها تشكيلة حلوة قوي من حلاوة المولد. يعني كل اللي حتى اللي مش قادر يشتري علبة حلاوة المولد هتلاقوها موجودة عندهم في اتوال. بصوا بقى يا جماعة، ادي هنا تشكيلة الحلويات الخاصة بقى بمولد النبوي، وكل سنة طبعا وانتم طيبين وبخير. عندهم حاجات قيمة جدا. اسعار علبة الحلاوة بصوا بقى، العلبة الكبيرة جدا دي شايفين تشكيلتها ومليانة، دي كانت ب 350 جنيه. اصبروا معايا لان هوريكم اللي هي ام 80 جنيه، وكمان في حاجات ب 150. وده يعتبر التفصيله بتاعت العبوات او كل شكل من الحاجات اللي موجوده عندهم سعرها كام. بصوا بقى الحاجه هنا في حاجات ب 25، في حاجات بقطعه ب 35. قطعة الملبن اللي هي الباكت الكبير ده كان سعره 55 جنيه. القشطوطة كانت 15. دي بقى العروض اللي هم عاملينها. بصوا بقى العروض دي علبة البرايم اللي هي 27 قطعة كان سعرها الكبيرة اللي هي بصوا بتبقى فيها التشكيلة دي كلها 255 جنيه اللي هي 27. اسمها دي العروض اللي هم بيبقوا موجودة عندهم، ولو انت هتروحي هتبقي عارفة او عندك فكرة ايه الحاجات اللي موجودة عندهم. القطعة دي انا بقول لكم ان سعرها كانت 55 جنيه لان هي قطعة الملبن دي اصلا مليانة مكسرات. علبة البرايم برضو عاملين عروض تانية بتبقى فيها كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي اللي هي يعتبر 46 قطعة. اللي فوق دي 48 قطعة كانت عاملة 425 جنيه.
فيها طبعا تشكيلة كبيرة جدا من حلاوة المولد، وكلها من أحلى الحاجات. كمان 48 قطعة. في حاجات كمان ب150 جنيه. أوريها لكم بقى على الطبيعة، أوريكم شكل العلب وهي متغلفة. طبعا تقدري تشتري بالقطع، يعني تقدري ان انت تدخلي وتشكلي العلبة براحتك قوي. دي علبة كانت عاملة على فكرة، اللي ورا دي كانت تشكيلة ب150 جنيه. بصوا بقى، العلبة دي كانت سعرها 350 جنيه اهي. دي ب150. بصوا دي اللي هي ب80 جنيه على فكرة، متشكلة ومعقولة، يعني تقريبا فيها 10 قطع. دي عاملة 80 جنيه. في طبعا اسعار تانية بتعدي ال750 جنيه، اللي هي بتبقى بقى فيها كميات من كل حاجة. وخلصنا كده اتوال. وطبعا كنا اشترينا، الاولاد كانوا اشتروا بيتزا، وكانوا كمان اشتروا كام قطعة من الجاتو اللي هو كان ب25 جنيه، كان في منها ملفيه كمان. اطلع بره كده اوريكم المكان. بصوا اهو ده يا جماعة، ده اتوال الفرع اللي موجود في مكرم عبيد. طبعا هنا على فكرة احنا كنا خلصنا التدريب، يعني انا كل اللف ده بعد ما احنا خلصنا التدريب في النادي وعملنا اختبار الاحزمة. طبعا الاولاد كانوا عايزين ياكلوا. دخلت هنا كنتاكي، بس للأسف كانت الساعة 10:30، كانوا لسه ما جهزوش حاجة. اصغر وجبة عندهم سعرها 90 جنيه، اللي هي 2 قطعة كنتاكي ستريبس او سبايسي سناكس. وكمان في حاجات بقى اسعارها بتعدي ال150 و350 على حسب عدد القطع. وطبعا لو عايزة اضافات بقى، سلطة كولسلو، عايزة اي حاجة من الحاجات دي. بوريكم هنا شكل المكان، لان احنا هنا الصبح بدري، طبعا بالليل الدنيا دي بتبقى زحمة. في سيتي سنتر هنا اهو، وده كنتاكي، وفي ماكدونالدز، وفي بيتزا هات. وهنا ده سيتي اهو. وده المكان بتاع مكرم عبيد. بعد ما خلصنا او قبل ما نخلص الجولة دي كلها، دخلنا النادي هنا عشان خاطر زي ما بقول لكم كان في اختبار الاحزمة. طبعا انا خليت الجزء ده للاخر خالص في الفيديو، عشان خاطر عارفة ان ممكن ما يكونش ليكم اهتمام قوي بالجزئية دي، بس انا قلت اوريكم برضو يومنا النهاردة وعملنا ايه. وطبعا بعد ما خلصنا اشتراكنا في النادي وعملنا اختبار الاحزمة، احنا دلوقتي يا جماعة الاولاد خدنا الحزام البرتقاني الاصفر والبرتقاني، والنهاردة كان الحزام الاخضر. اهو طبعا هنا بعد، طبعا ده كده احنا في وقت الاختبار يا جماعة. هسمعكم كده جزء من اللي عملوه في النادي. يا ابني بقول لحضرتك انا هنا اهو، هو بيقول يوم الثلاث في حاجه، خلينا لا انا بهزر معاك. هي فلتت وانا ركبتها.
ده اختبار الحزام الأخضر. الحزام الأخضر النهاردة 22 9 2023. النهاردة الجمعة، احنا كده الساعة 9. طبعا واقفين هناك عشان يسألوا الأسئلة الحزام، يسألوا أسئلة الحزام الأصفر والبرتقاني والأخضر. الأخضر اللي هو علينا النهاردة. ده الفريق التاني هيلعب دلوقتي. عملت ايه يا يوسف؟ يوسف عملت ايه؟ عملت ايه؟ قلت سؤالين. قالوا لك سؤالين؟ عرفتي بقى ولا؟ ليه حصلت؟ هاتي الكرسي انت خدتيه ليه؟ الكرسي كده خلصوا الحركات، هيدخلوا بقى للأسئلة مع طلعوا عادي. هما ايه بيجروا ولا بيعملوا ايه يا راشد؟ ها؟ كده خلصوا السؤالات؟ يا احمد كده خلصنا خلاص، المفروض احنا هنمشي. عرفتي تجاوب؟ الحمد لله. نجحتي يعني؟ الحمد لله. وكده كان خلاص خلصنا بقى التدريب في النادي، وخلصنا الاختبار بتاع الحزام بتاعنا النهارده، وده كده مركز شباب مكرم عبيد. وخلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، طبعا متنوع لكل الاماكن اللي احنا رحنا النهارده، سواء بقى السوق الجديد اللي انتوا شفتوه معايا النهارده. اتمنى اللي وصل لحد هنا في الفيديو ما ينساش يحط اللايك واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم من بيت العيلة الكبير مع عبير كل جديد. بجد انا اول ما شفت السوق ده قلت يا انا عايزة اصور فيه، لاني عايزة اشوف او اقارنه مع اسعار الاسواق التانية. فعلا لقيته اسعاره معقولة بالنسبة لو قارناه باماكن تانية كتير. يعني انا توقعت ان هو وسط مكرم عبيد هيبقى اسعاره بقى حاجة تانية خالص. فكده خلصت الفيديو، مع السلامة وفي حفظ الله، واستنوني الفيديو الجاي ان شاء الله، وفي امان الله.